الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا مع بعضنا نعمل الشريمبس كوكتيل أو الجمبري الكوكتيل. طبعا هو جمبري كوكتيل نسبة لصوص الكوكتيل، وإن هو في نفس الوقت بياخد حاجات كتيرة. فعشان كده اتسمى كوكتيل. تمام، ده معانا الجمبري هنا. جمبري جامبو من الكبير. بنسلقه من 3 ل4 دقايق في مَيّة سخنة. بنجيب مَيّة سخنة نحطها تغلي، وبنحط فيها بوكيه جرنيه من قبلها، اللي هو البوكيه جرنيه اللي هو الجزر مع البصل مع الكرات الأبيض مع الكرفس. بنسيبهم يغلوا. أول ما تغلي المَيّة بننزل فيها بالجمبري بيقعد من 3 ل4 دقايق، وبعد ما بنسلقه بنطلّعه بنبرّد عليه يطلع معانا بالشكل ده. ومعانا هنا سيفود مسلوق، جمبري مع كاليماري مع سمك مع كراب ستيك هنحط له سلمون برضه. بيتسلق برضه ما يطولش في النار، من 3 دقايق ل4 دقايق برضه يستوي معانا يطلع معانا بالشكل ده. ده الكراب ستيك زي ما قلنا لحضراتكم. هنقطعه برنواز ونضيفه برضه على الحاجات الميكس دي، وهنضيف افوكاتو لو حبينا. ماشي. وهنا معانا بقدونس مفروم، ومعانا الخس الكابوتشا. هنا بقى ده الكاتشب اللي هنعمل بيه صوص الكوكتيل، ومعانا المايونيز، ومعانا عصير برتقان للصوص برضه، صوص الكوكتيل. ومعانا هوت صوص مش هنحط كتير. معانا هنا ملح، مرقة خضار، معانا فلفل هنطعم بيه الصوص. ده المايونيز. هنبدأ بقى نعمل الصوص مع بعضنا. هنعمل صوص الكوكتيل. حطينا الكاتشب ونضرب بالشكل ده. نحط الملح، نحط الفلفل الأبيض، ونضيف هنا مرقة الخضار، وبنحط عصير برتقان، ونضيف الهوت صوص معانا. يطلع معانا باللون ده. لو محتاجين اللون معانا فاتح ممكن نزود كاتشب. ممكن لو محتاج عصير برتقان تاني بنديله عصير برتقان. يطلع معانا بالشكل اللي حضراتكم شفتوه ده. تمام. هنيجي بقى نمكس الحاجات بتاعتنا. معانا هنا ده الخس الكابوتشا. لو مش متوفر عندنا الخس الكابوتشا ممكن نحط خس بلدي أو أي خس. هنفرمه بالشكل ده، نقطعه جولينات، وبعد كده نقطعه تقطيعة صغيرة اهو زي ما حضراتكم شايفين كده بالشكل ده. نمكس بقى الحاجة بتاعتنا اللي هي نحط السفود مع الكاليماري والجمبري والسلمون. ده الكراب ستيك. الافوكاتو. طبعا الافوكاتو ده حاجة جديدة، بس يعني يعني هتخليه معانا طعم تاني، حاجة مختلفة. ونحط السلمون بتاعنا. ده سلمون مارينيتد اللي هو سلمون الجرافلاكس، واحنا عاملينه في فيديو سابق قبل كده. ونحط البقدونس. نمكس الحاجات دي كده كلها مع بعضها ونخلطها مع بعض. نمكسها كده زي ما حضراتكم شايفين بقت معانا بالشكل ده. ده الكاس بقى اللي احنا هنغرف فيه بتاعنا.
طبعًا إحنا مش هنتبّل هنا، لإن إحنا هنحط صوص الكوكتيل بتاعنا هيكون متّبل. ده صوص الكوكتيل بالقوام اللي حضراتكم شايفينه ده. بنحاول نغطّي كل الخَس أو السلطة بنغطّيها بصوص الكوكتيل، زي ما حضراتكم شايفين. ده بقى الجمبري معانا، هنقشّره، بنشيل الراس دي كده، وبعد كده بنشيل الإيه، القشر. طبعًا بيكون مفتوح من الضهر، في ناس ما بتفتحوش وبتشيل خَط الرملة بخِلّة من عند الديل، تمام، وفيه ناس للتأكيد علشان ما يكونش فيه أي رملة بتفتحه من الضهر فتحة بسيطة وهو بقشره، وبعد كده إيه، زي ما إحنا عاملين كده، بحيث للأمان يعني وللضمان. طلع معانا بالشكل ده في النهاية، أتمنى يكون نال إعجابكم. اشتركوا في القناة هتشوفوا حاجات جديدة. ما تنسوش بقى تعملوا الإعجاب والكومنت. أشكركم شكرًا جزيلًا.